حاجتين بحبهم في حياتي، الضحك والهزار. اكيد هطلع شخصيه مرحه. وحيده؟ ازاي؟ بابا ممكن نتكلم شويه؟ ما تنجزي وتنطقي، عايزه ايه؟ في يا بابا بتزعقلي ليه؟ انا كنت جايه اقولك ان انا شخصيه وحيده. معلش يا حبيبتي استحمليني، انا طلع لي لون احمر يعني شخصيه عصبيه، عشان كده هتلاقيني بزعق طول الوقت. خلاص ماشي. إسراء، تامر عامل حفلة النهاردة وأنا معايا تذكرة زيادة، تحبي تيجي؟ الله، تموره اكيد طبعا هاجي. ما ينفعش تروحي الحفلة. ليه يعني؟ عشان انتي شخصية وحيدة، ما ينفعش تقابلي ناس كتير. حرام عليك، وانا نفسي اروح قوي. هي دي قواعد اللعبة. ايه ده؟ هو في قواعد معينه للعبه؟ أيوة في. أنا مثلا شخصية شجاعة، ولو طلب مني أعمل أي حاجة لازم أعملها حتى لو كنت بخاف منها. يعني الشخصيه دي هتفضل متحكمه فينا في كل حاجه بنعملها؟ أيوة للأسف. انا هتصرف وهغير شخصيتي. بقيت اجتماعيه بابا، انا بقيت اجتماعيه. ينفع اروح مع اصحابي الحفله بقى؟ ايوه طبعا روحي، ومش عايزه اشوف وشك تاني. عصبي قوي. استني، لازم اتاكد من شخصيتك الاول. صحيح. شخصيه اجتماعيه، اتفضلي. ايه يعني تخنتي سيكا خسيتي سيكا سابي؟ لا خلاص انا تعبت، انا هروح بقى، باي. استني، الاجتماعيين مش بيروحوا البيت خالص، لازم حفله ورا حفله ورا حفله. يعني ايه؟ الاجتماعيين برضو محتاجين يناموا. لا ده مش في عالم الشخصيات بتاعنا. طب اقول لك، دي اصلا مش علامتي الاصليه، انا هغيرها زي ما عملت قبل كده. يا لهوي، ايه اللي حصل؟ علامتي اتغيرت لوحدها، بقت علامه حمراء. طب ودي شخصيه ايه؟ شخصيه عصبيه. خلاص اسكتي، صدعتيني. لو سمحت، البتاع ده بكام؟ ب 5000 جنيه. يا لهوي، ده انتوا حراميه. انا هاخده ب 250 بس. انت لو ما مشيتيش من هنا دلوقتي انا هطلب لك البوليس. لو ما ادتنيش الجاكيت ده ب 250 بس انا اسفه. انا مش عارفه اعتذر لحضرتك ازاي عن الوقاحه اللي انا كنت فيها دي. هي البنت دي مجنونه ولا ايه؟ ارجوك يا استاذ سامحني، انا مش هعرف اعيش دقيقه واحده وفي حد زعلان مني. خلاص سامحتك، ايه التلزيق ده؟ امشي بقى. شكرا يحيى، انا كنت جايه عشان اسراء ابعدي عني، انت كنت عصبيه جدا. انا اسفه جدا، انا خلاص علامتي اتغيرت. علامتك بقت خضرا؟ دي شخصيه ايه؟ دي الشخصيه الطيبه، وما تقلقش انا مش هضايقك تاني خالص. الحمد لله. ما تغيريش شخصيتك تاني بقى، الشخصيه الطيبه دي كل الناس بتحبها. بس برضه شخصيه ممله شويه. اسراء سكتي ليه؟ يحيى انا لازم اروح حالا. استني هنا يا اسراء، ايه اللي حصل؟ علامتي اتغيرت تاني. وبقيتي عبيطه ولا ايه؟ عبيطه؟ لا، انا بقيت جبانه. يا لهوي، ده مستر اكرم اختارك عشان تقدمي حفله المدرسه. حفلة المدرسة؟ مستحيل. صباح الخير، النهارده هنقدم لكم يا لهوي، دي أغمى عليها. الحقني يا بابا، في ايه يا اسراء؟ في وحش بره في الصالة. وحش في الصاله؟ وريني هو فين. اهو. انت بتضحك ليه؟ بضحك عشان ده مش وحش، امال ده ايه؟ ده صرصار. موته. لا مش هموته، انا هقفل عليكم انتوا الاتنين واشوف مين فيكم هيموت التاني. استاذ صرصار، ابعد عني من فضلك. الصرصار ايه ده اللي انا خاف منه؟ ده انا هربيك معايا في الاوضه. الحقوني، حرامي سرق شنطتي. انت الحرامي اللي سرق الشنطه؟ ايوه، وبعدي عن وشي بدل ما اخطفك انت والشنطه. انا علامتي زرقاء، يعني ما بخافش من اي حاجه. هات الشنطه. خدي، انا هوريكي. اتفضلي شنطتك. خدي. دماغي اخيرا. الساعة 1 بالليل والناس كلها نايمة حرفيا، محدش صاحي. أنا بقى ليا مزاج أصحى دلوقتي أعمل ميك اب، ليا مزاج. ايه المشكلة؟ ايه اللي حصل؟ مجنونة؟ عادي، محدش هيعرف إن أنا صحيت الساعة 1 بالليل. مش صحيت الصراحة، أنا صاحية من الصبح، بس محدش يعرف إن أنا بدل ما أنام قاعدة بحط ميك اب. محدش هيعرف، صح؟ انتوا مش هتقولوا لحد، مش كده؟ المملكه بتاعتك ظهرت لك ولا لسه؟ لا لسه، انا هموت من القلق. هو انت نفسك يجيلك مملكه ايه؟ مملكة الارض زي ماما، وبجد مش عارفة انا هعمل ايه لو جالي مملكة غيرها. ما تقلقيش يا اسراء، ان شاء الله هتطلع لك مملكه الارض زي مامتك بالظبط. انا كان نفسي ماما تبقى عايشة معانا دلوقتي. بس انا متاكد ان هي في مكان احسن. وانت بقى يا يحيى، نفسك تطلع لك مملكة ايه؟ مملكه النار. كنت عارفة. ليه يعني؟ اصلها دايما والعة معاك. اسراء، هو انت لسه واقفه مكانك؟ ايوه مرعوبة قوي، لسه المملكة بتاعتي ما ظهرتش. طب خمني مين جات له المملكه بتاعته؟ جالك ايه؟ مملكه النار. كنت عارفة، مبروك. انت كمان خلاص الوقت بتاعك جه دلوقتي. ربنا يستر، انا هروح اعرف انا مملكة ايه دلوقتي حالا.
دكتورة هالة، انا جيت عشان اعرف المملكة بتاعتي. امسكي الشمعة دي يا إسراء، ولما تنور هتظهر لك المملكة بتاعتك. دي ما ولعتش، غريبة قوي. ايه الغريب؟ المفروض انها تولع على طول بمجرد ما تمسكيها. طب وده معناه ايه؟ معناها انك ده معناه ايه؟ معناه انك في مملكة الولا حاجة. لا مستحيل، اكيد في حاجة غلط، يمكن الشمعة دي بايظة. الشمعة دي عمرها ما تغلط ابدا. بس النهارده اخر يوم في الانضمام للممالك، لو ما جاتليش مملكة كده هروح عالم الولا حاجة. إسراء، هي دي القواعد. يا دكتورة هالة، هاتي الشمعة. ايه ده؟ اسراء انت رايحه فين؟ انا ما جاتليش اي مملكة. هو ينفع حد ما يجيلوش مملكه؟ ايوه انا، وعشان كده مضطرة اروح عالم الولا حاجة. ازاي يعني ما جاتلكيش مملكه؟ معرفش يا يحيى، معرفش. طيب ربنا معاكي. هي دي البوابة اللي هتوديكي عالم الولا حاجة، عدي منها. طب انا هرجع امتى؟ هو انت ما تعرفيش؟ ايه؟ اللي بيروح عالم الولا حاجة ما بيرجعش تاني، لازم تجيلك مملكة عشان تعيشي في عالم الممالك. لا ارجوك يا دكتورة هالة، انا مش عايزة اروح. اهلا بيكي في عالم الولا حاجه. اهلا بيكي في عالم الولا حاجه، احنا هنبقى عيلتك هنا. انا مش عايزة عيلة. اسراء ينفع نخش؟ لا ما ينفعش. احنا عارفين انت حاسه بايه دلوقتي، احنا كمان ما جتلناش اي مملكه واضطرينا نيجي هنا عالم الولا حاجه، بس انت هتتبسطي قوي معانا. بس انا لازم انضم المملكة. ليه يعني؟ ده العيشه هنا حلوه جدا. عشان ماما كانت في مملكة الارض وكل الناس كانت بتحبها، وانا نفسي اطلع زيها. طب هو مامتك فين دلوقتي؟ ماتت. ربنا يرحمها. بص انا عارف ان انت متضايقه قوي دلوقتي، بس بجد انا حاسس ان انت هتتبسطي هنا جدا. بكره هتروحي المدرسه وتتعرفي على اصحاب جداد. لا انا مش عايزة اروح المدرسة. صباح الخير، انا اسراء الطالبة الجديدة وهبقى معاكم في الفصل هنا. ازيك؟ انا جنى، ايه رأيك نبقى اصحاب؟ ماشي. اسراء الحقي، بصي مين جاي علينا. اسراء الحقي، بصي مين جاي علينا. مين؟ دي شلة المتنمرين في المدرسة. ايه يا جنى، مش هتعرفين على صاحبتك الجديدة؟ دي اسراء، والنهاردة اول يوم ليها في المدرسة، ينفع ما تضايقوهاش؟ ايوه طبعا، احنا هنضايقك انتي. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ابعدوا عنها. خليكي في حالك، وعشان تقعدي في المدرسة هنا ما تتدخليش في اللي ما يخصكيش. لا، عشان انتوا اللي تقعدوا في المدرسة هنا لازم انتوا اللي ما تتدخلوش في اللي ما يخصكوش وتسيبوا جنى في حالها. انتي هتندمي على اللي قلتيه ده. اسراء، انتي وقفتي قصادهم ازاي؟ ما حدش في المدرسة قدر يعمل زيك قبل كده. طب يلا بقى يا جنى على الفصل عشان ما نتأخرش. جماعة انتوا لازم تساعدوني ارجع عالم الممالك تاني. يا اسراء انت ما جاتلكيش اي مملكه. ما انا لازم انضم لمملكة النار. حتى بصوا يا اسراء ما فيش حاجه في ايدك. وانا في المدرسة في نار ظهرت في ايدي، بس انا لسه مش عارفة اتحكم في القدرة بتاعتي. اسراء احنا مش عبط، احنا عارفين ان انت عايزه ترجعي بس مش لدرجه ان انت تضحكي علينا. طيب بصوا بصوا برضو مفيش نار طلعت من ايدك. انا لازم اقنعهم ارجع عالم الممالك تاني. يا ريت ماما كانت جنبي دلوقتي. ايه ده؟ دي ميه. اسراء هو ايه اللي اتكسر ده؟ لا يا عم، وكل حاجه تمام، مفيش حاجه اتكسرت. هو انا ممكن اروح مملكه الميه برضو؟ كل الفصل يفتح صفحه 15. انت شكلك وحش. انت اللي عملتي كده يا سلمى مش كده؟ ايوه انا، بس انا اسمي كارما يا هبلة. طب يا كارما يا هبله، خدي دي علشانك. يا عيني. اسراء ايه اللي انت عملتيه ده؟ دي كانت طياره ورق، ثم ان هي اللي رمت عليا حاجه الاول. انت محظوظه ان كارما كانت لابسه نضاره، ولولا كده كان زمانك اتفصلت من المدرسه دلوقتي. هو انت هتعاقبها ازاي يا مستر؟ احنا هنديها انذار بس عشان اسراء اول مره تعمل حاجه زي كده. ليه كده يا مستر؟ ما تفصلني، عشان انا بصراحه مش عايزه اشوف الاشكال دي تاني. اسراء، الحمد لله انك ما اتفصلتيش من المدرسة. خضتيني يا جنى. عادي يعني، ما انا كده كده محدش بيحبني في المدرسة دي. ايه ده؟ هو انت ما تعرفيش؟ ايه؟ الحفلة بتاعت المدرسة بتاعتنا يوم الخميس اللي جاي، بتفكري تروحي مع حد معين؟ يعني انا ممكن اروح مع ادم. ادم؟ مستحيل، ده اللي كارما بتحبه وهتموتك لو عرفت. اسراء مش كده؟ ازيك يا ادم؟ انا كنت عايز اسالك لو تحبي تروحي معايا حفله المدرسه. بص يا ادم، هي كارما بتحبك واحنا مش عايزين اي مشاكل. مش مهم كارما، انا عايز اروح معاكي انت. موافقه؟ موافقة. اسراء يحيى، ثانية واحدة، انت ازاي سبت عالم الممالك وجيت هنا ازاي؟ دي قصه طويله، بس انا كان لازم اجي. اسراء انا حاسس ان انت لازم ترجعي عالم الممالك. ايوه،
وانا كمان حاسه ان انا لازم ارجع وانضم لمملكه النار والميه والحب. ايوه ما انا عارف، بس هو انت عارفه ده معناه ايه؟ ايه؟ معناه انه انت كده في مملكه الكل حاجه. ايه؟ فاكره دكتوره هاله؟ ايوه اللي بعتتني مملكه الولا حاجه. ايوه هي دي بنتها بقى، هي اللي انضمت لمملكه الكل حاجه. طب انت تفتكر ينفع 2 ينضموا لمملكه الكل حاجه في نفس السنه؟ لا طبعا، ما انت عارفه ما ينفعش الا شخص واحد ينضم لمملكه الكل حاجه، يا انت يا هي. يا اسراء انا عمري ما شفت ملك بنت الدكتوره هاله بتستخدم اي قدره من قدراتها، فانا حاسس ان مامتها بعتتك انت لعالم الولا حاجه بدلها. احنا لازم نرجع عالم الممالك حالا. يلا بينا انا هرجعك. يلا. اسراء انت بتعملي ايه هنا؟ دكتوره هاله، هي فين بقى الشمعه اللي بتحدد انا هدخل مملكه ايه؟ وانت بتسالي عنها ليه؟ عشان الظاهر كده ان انت بدلتي بيني وبين بنتك ملك، وانا اللي المفروض انضم لكل الممالك. هو انت لسه عايشه في عالم الاحلام بتاعك ده؟ ما انا قلت لك قبل كده الشمعه مش ممكن تغلط، انت مالكيش اي مملكه، امسكوها. اسراء انا لقيتها. اسراء ما تحاوليش تاني، انا قلت لك 100 مره انت مالكيش مكان هنا. ارجوك اشتغلي، ارجوك اشتغلي. يعني انا فعلا بنتمي لكل الممالك. يوه باللي انت عملتيه ده يا اسراء، انت هتضطريني اخلص منك زي ما بالظبط خلصت من مامتك. ايه؟ دول قالوا لي ان ماما ماتت عادي ومحدش موتها. ده اللي هم قالوهولك، انما في الحقيقه انا اللي خلصت منها. بس ما تخافيش، انت هتبقي معاها كمان شويه. انت عملتي درع عاكس. هي كويسه؟ لسه بتتنفس. احنا لازم نمشي من هنا بسرعه يا يحيى. لا مش هنمشي. ليه؟ يا اسراء انت اللي بتنتمي لكل الممالك، يعني انت اللي لازم تصلحي كل اللي حصل. اسراء انت دلوقتي المسؤولة عن الممالك، تحكمي على دكتورة هالة وبنتها ملك بايه؟ ملك، انت للاسف ما تنتميش لاي مملكه من الممالك، عشان كده لازم تروحي عالم الولا حاجه. بس ما تخافيش، هما طيبين هناك قوي. اما انت يا دكتوره هاله فانت لازم تتعاقبي عشان موتي مامتي، وعقابك هيكون ان هما هيسحبوا منك كل القدرات بتاعتك. يسكن البحر ويحبه الناس. سبونج بوب سكوير بين. تلعبي لعبه اهزم خوفك مقابل مليون جنيه؟ انت شايف اللي انا شايفاه يا بسكوتة؟ دي فلوس كتير قوي، ممكن نجيب بيهم لعبة. موافقة يا مامي. ماما خبيني وخبي بسكوتة. مالك يا صرصوره في ايه؟ اللعبة عايزاني اهزم العفريت اللي جوه الدولاب. طالما وافقتي على اللعبه يبقى لازم تهزمي خوفك، والا هيخلوكي تدفعي مليون جنيه وماما معهاش الفلوس دي كلها. بس انا بخاف. ما تخافيش، مفيش عفريت جوه الدولاب ولا حاجه. طب ينفع تيجي معايا؟ لا ما ينفعش، لازم تهزمي خوفك لوحدك. حاضر. هاي يا عفريت، انا صرصورة ومش جاية اضايقك خالص، انا بس هبص بصة جوه الدولاب وهمشي. 3 2 1. مفيش عفريت جوه، شكله راح يزور قرايبه. ماما العفريت خلاني غنية. تلعبي اهزم خوفك مقابل مليون جنيه؟ اكيد طبعا. انا مش مصدق انك بتلعبي اللعبة دي، انا اللي مش مصدقه ان انت مش بتلعبها. لما تكسبها هتكسب فلوس كتير قوي، ولما تخسريها هتخسري فلوس اكتر. يبقى ما تخسرهاش. انت عارفه ان انا كسبت اللعبه دي وانا عندي 8 سنين، يبقى اكيد هكسبها دلوقتي. ايه اللي ظهر لك يا اسراء؟ ان اتكلم قدام ناس كتير. تقدري تعمليها يا صرصوره، دي سهله جدا. ايوه طبعا، دي اسهل حاجه عندي. اسراء ما تخافيش، تقدري تعمليها، هتقدري تعمليها. اسراء انت اللي هتقدمي حفلة المدرسة النهاردة؟ لا. ايه؟ اقصد هقدمها. هو بس الجو حر شويه وانا قلبي بيدق بسرعه حاسه ان انا هيغمى عليا، بس هقدمها. يا اسراء لو خسرتي هتدفعي مليون جنيه. عارفه يا عمر، اسكت بقى يا جماعه. يا حلوين يا قطاقيط، انتوا يا عيال. ما كان من الاول. انا بس كنت عايزه اقول النهارده انه مديره المدرسه حد عزوز لزوز، ووكيل المدرسه حد عسول، وانتوا احلى ناس في الدنيا، والمدرسين ناس امارات، وانا عايزه اعيط. اخلص بقى. هو ايه اللي يخلص يا اسراء؟ حد كده في بالي. انت هزمتي خوفك وكسبتي مليون جنيه. حلو قوي كده. سلام انا بقى.
الاخبار يا جماعه؟ انا كنت كويسه في الحفله صح؟ لا كنت تقرفي الصراحه. ما طلبتش رايك يا عمر، انت غيران مني عشان انا كسبت مليون جنيه. انا هاخد راي اعز صحباتي، ايه رايك؟ كنت بشعة. شفت ايه؟ تلعبي اهزم خوفك مقابل 10 مليون جنيه؟ 10 مليون جنيه؟ هم زودوا المبلغ كده ليه؟ اسراء اوعي توافقي. ما تخافيش يا ماما، انا بس ههزم خوف. انا بجد مش مصدق انك وافقتي المره دي، انا خايف عليكي قوي. الموضوع مش مخيف للدرجه دي يا جماعه، كل الحكايه ان انا المفروض اهزم خوفي. ايه اللي ممكن يبقى صعب في كده يعني؟ زي ما انتوا عارفين يا اولاد ان جايزه لعبه اهزم خوفك زادت وبقت 10 مليون جنيه، بس احنا بننصحكم ان انتوا ما تشاركوش السنه دي لان السيستم بيطلب من الناس حاجات غريبه جدا. يا لهوي. يا جماعه سمعتوا اللي حصل؟ بيقولوا ان كل اللي وافقوا يلعبوا اللعبه دي ما عرفوش يهزموا خوفهم وخسروا فلوسهم كلها. اكيد كانوا جبناء عشان كده ما عرفوش يكسبوا اللعبه. الخوف بتاعك جه صح؟ ايه هو بسرعه؟ الموت. ارتحتوا؟ يعني انت عشان تكسبي المفروض اموت. لا يا اسراء، خلاص اخسري اللعبه وادفعي لهم الفلوس. هو انا لو معايا 10 مليون جنيه هفضل واقفه معاكم هنا؟ هما ازاي يعملوا فيا كده؟ هي دي الخدعه، اللي عملوا اللعبه مش هيسيبوا حد يكسب ابدا. اسراء انت لازم تدفعي للعبه 10 مليون جنيه. انا مش خايفه على فكره. ايوه فعلا مش خايفه، انت مرعوبه بس. على العموم مبروك عليكي، هتفضلي مفلسه على طول. الناس كلها شمتانه فيا كده ليه؟ ماما انا عملت مصيبه. ما انا قلت لك يا غبيه ما تشتركيش في اللعبه. ماما خلاص بقى. خلاص ما تقلقيش يا حبيبتي، بكره هنروح البنك ونشوف هنقدر نعمل ايه. بجد شكرا قوي يا ماما. طب تعالي بقى هعزمك على العشاء عشان نفسيتك تتحسن شويه. انتي احسن ام في الدنيا. والله يا ماما الاكل حلو قوي. دوقي الجمبري ده طعمه حلو ما قوي. انت عارفه يا ماما ان انا مش بحب الجمبري. دوقيه بس ده هيعجبك قوي. حاضر. طعمه حلو قوي فعلا. مش قلتلك؟ اسراء مالك؟ الحقوني في دكتور هنا. انا فين؟ الحمد لله على سلامتك. هو ايه اللي حصل؟ انا جيت هنا ازاي؟ انت كان عندك حساسيه شديده من المأكولات البحريه، فلما كلتي جمبري اغمى عليكي ونقلوكي على هنا. طب وايه السبب اللي خلاني اكسب كل الفلوس دي؟ ما انت كنت هتروحي مننا، بس بعد الانعاش رجع قلبك يدق تاني. انا طول عمري ما بحبش الجمبري، بس عمري ما عرفت ان انا عندي حساسيه منه. ازاي مش عارفه انك عندك حساسيه منه؟ عشان ما اكلتوش قبل كده فما اعرفش. غريبه قوي، ده تقرير بيقول انك اتنقلتي للمستشفى وانت عندك 3 سنين عشان كلتي جمبري. ما انا اكيد مش هفتكر حاجه حصلت لي وانا عندي 3 سنين. ثانيه واحده، لو انا ما افتكرتش ان انا عندي حساسيه من الجمبري عشان انا كنت صغيره، بس اكيد ماما كانت فاكره. ماما انت كنت عارفه ان انا عندي حساسيه من الجمبري؟ لا طبعا. ازاي؟ والدكتور وراني التقرير ده اللي بيثبت ان انا جالي حساسيه من الجمبري وانا عندي 3 سنين، يعني انت كنت عارفه. ثانيه واحده، انت اللي دوقتيني جمبري بايديكي، يعني انت كنت قاصده تاكليهوني. انت اللي طلبتي تدوقيه يا اسراء. لا ما حصلش. المهم انك مليونيره دلوقتي. يعني انت كنت قاصده تسمميني بالجمبري يا ماما؟ كنت قاصده علشان تكسبي الفلوس واديكي ما متيش الحمد لله. اضحكي بقى اضحكي عشان الصحفيين بيخبطوا على الباب. اسراء انت الوحيده اللي كسبتي 10 مليون جنيه في اللعبه، احساسك ايه؟ مبسوطه جدا. انت تعرفي ان اللعبه اتلغت تماما بعد ما انت كسبتي فيها؟ احسن. ايه؟ اقصد يعني بالرغم من ان اللعبه دي علمتني ازاي اكون شجاعه، بس برضه طلبت مني ان انا اعمل حاجات ما اتمناش لاي حد ابدا ان هو يعملها. كفايه كلام لحد كده. اسراء تعبانه، استاذنكم يلا عشان نروح. قصدك تروحي؟ انا هاخد شقه لوحدي وهعرف ادفع ثمنها، ما انا مليونيره بقى. ما تسامحيني خلاص بقى. مسامحاكي، بس برضه هروح اقعد في شقه لوحدي. انا من زمان نفسي اعمل كده. اسراء سمعتي ان المسابقه رجعت تاني السنه دي والجايزه بقت 50 مليون جنيه، بس محدش رضي يلعبها خالص. محدش اشترك فيها لحد دلوقتي. تقصدي ايه؟ هتشتركي في اللعبه؟ وليه لا؟ عندك حق. هيبقى ايه مثلا اصعب من الموت؟ المجهول مثلا. 357 كلمة بس؟ أنا امبارح كان معايا 5000 كلمة. أكيد أختي الجزمة هي اللي خلصتهم من كتر الرغي في التليفون. يا ماما هاتي فلوس عشان أجيب كلمات. عايزة كام؟ 500 جنيه. 500 جنيه؟ إيه كل الرغي ده؟ يا ماما مش رغي، أنا بطلة المسرحية اللي هتتعرض النهاردة قدام المدرسة كلها، ولازم يبقى معايا كلمات كفاية. ماشي يا ست منى زكي، امسكي بس بشرط هتشاركي كل الكلمات بتاعتك مع أختك جنى. ما تخافيش، كده كده هي ما بتبطلش رغي. يا بنتي قلتلك بيموت فيا. ممكن تبطلي رغي عشان عندي مسرحية النهاردة؟ لا مش هبطل وهتطلعي بره اوضتي. ماما خلي جنى تبطل رغي. انت اللي لازم تبطلي انانيه وتسيبي اختك تتكلم براحتها. بس جنى مفيش بس، يلا على المدرسه. لو سمحت بكام ال 5000 كلمة؟ ب 500 جنيه. اتفضل. اسراء مالك؟ عندي مسرحية بعد شوية وخايفة كلماتي ما تكفيش. يا بختك يا عمر، ما عندكش اخواتي يشاركوا معاك كلماتك. عارف يا عمر انا بحبك ليه؟ بحبك علشان
كلماتها خلصت ولا ايه؟ في بطلة مسرحية كلماتها تخلص؟ ده اكتر موقف محرج شفته في حياتي. إسراء، جنى، بطلوا تضربوا بعض، سيبي شعرها. يا لهوي، البت هتبقى قرعة بسببك. كلماتكم خلصت مش كده؟ قدامي على محل الكلمات. بعد ما غرمتوني 5000 جنيه عشان اجيب لكم الكلمات دي، فهموني بقى ايه اللي حصل. اللي حصل ان اسكتي يا إسراء، جنى اللي هتحكي. صاحبتي كانت زعلانه يا ماما عشان ما رجعتلهاش البلوزه بتاعتها، وكان لازم اصالحها، فاستخدمت الكلمات كلها. يعني انت احرجتيني قدام المدرسه كلها عشان تصالحي صاحبتك؟ يا تافهه. إسراء انت بتعملي ايه؟ المفروض تكوني فخورة باختك عشان صالحت صاحبتها. ايوه يا ماما انا فخوره بيها، بس ما حبكتش انها تعمل كده في يوم المسرحيه بتاعتي. إسراء كفاية، يلا بينا نخرج عشان نحتفل بالحاجة العظيمة اللي عملتها أختك جنى. يوه، اخد الكلمات كلها لنفسي؟ موافقه. صباح الخير يا ماما. ايه ده؟ هو انت بتتكلمي؟ ايوه بتكلم، ما اتكلمش ليه يعني؟ اصل اختك جات لي من شويه وقعدت تشاور لي ان كلماتها خلصت. يا خبر، طب ما تشتري لها يا ماما كلمات زي ما بتعملي دايما. ما انا حاولت وما عرفتش، السيستم رفض يديها كلمات. احسن اهو تتعلم تسكت شويه. اسراء، هو انت مالكيش دعوه بالموضوع ده صح؟ معقول تشكي فيا انا يا ماما، بنتك حبيبتك؟ اسراء، انا مامتك وعارفه امتى بتكدبي. ماشي يا ماما، كشفتيني، انا كنت بكذب بصراحه يا ماما. السيستم سالني لو احب ابطل اشارك كلماتي مع جنى وانا وافقت. ما كنتش اعرف ان هي هتبطل كلام خالص. يا لهوي، انت لازم ترجعي اختك تتكلم تاني. بصراحه يا ماما انا ما اعرفش ارجعها ازاي. اسراء انت اختك هاديه قوي النهارده وما صدعتناش زي كل يوم. هي عيانه؟ لا خالص، بس انا بطلت اشارك كلماتي معاها. ايه؟ انت مجنونه يا اسراء؟ انت ما تعرفيش حصل ايه لما مريم بطلت تشارك كلماتها مع اختها؟ انا كل اللي اعرفه ان اختها اتخطفت، بس ده علاقته ان هي ما كانش معاها كلمات. ما هي عشان معهاش كلمات الحراميه خطفوها عشان مش هتعرف تصوت. يا لهوي، يعني انا اختي جنى لو حصل لها اي حاجه مش هتعرف تتصرف. أنا لازم اصلح كل حاجه. لو سمحت، الورقه دي وقعت منك. اقريها. تعالي العنوان ده. هاي، ادخلي يا بنتي. انت مين يا راجل انت؟ مش انت عايزه تصلحي غلطتك وترجعي اختك تتكلم تاني؟ ايوه. يبقى لازم تتحملي نتيجه افعالك. يعني ايه اللي هيحصل؟ عشان اختك تتكلم تاني لازم تديها كلماتك، بس ساعتها انت مش هتتكلمي خالص. بس انا كده هبقى في خطر. هي دي القواعد. ماشي، انا موافقه. متأكدة؟ جانا طول عمرها بتاخد كلماتي، فانا كده كده متعوده ما اتكلمش. براحتك، انا هسحب دلوقتي كل كلماتك ومش هتعرفي تتكلمي طول حياتك. جاهزة؟ جاهزه. اسراء، انت عرفتي تصلحي اللي حصل، اختك رجعت تتكلم تاني. هو انت ما بتتكلميش ليه؟ انا اديت كل كلماتي لاختي، ده كان الحل الوحيد. معلش يا اسراء، الكلام مش مهم قوي يعني. هي دي بقى البنت الأنانية اللي خدت كلام أختها؟ ودلوقتي خدت عقابها وما بقتش تتكلم. تستاهل عشان عملت كده في أختها. إيه يا إسراء، الناس بتتنمر عليكي؟ ما تزعليش، أنا معجب جدا بشجاعتك وإنك قدرتي تخسري كل كلماتك عشان أختك، وعشان كده والمرة واحدة بس أنا هرجع لك كل كلماتك. بجد شكرا قوي. جانا، اسراء، السيستم بيقول لي ان احنا رجعنا نتشارك كلماتنا تاني. ايوه اخيرا. انا اسفه عشان كنت بخلص لك كل كلماتك، اوعدك مش هعمل كده تاني. انا بس عايزه اعرض المسرحيه بتاعتي. اتفقنا.